مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقدم لكم وصفه فيها 3 نصايح مهمين جدا لصحتكم وصحه ولادكم ولنظافه مطبخك. الوصفه زي ما انتم شايفينها عباره عن دبابيس فراخ بالبطاطس بخلطه سحريه خطيره جدا. يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. اول حاجه انا بعملها بجيب الفراخ بتاعتي بغسلها زي ما متعوده بنص كوبايه خل او ربع كوبايه خل، معاها معلقه ملح ومعلقه سكر ومعلقه زعتر، وبتسيبيها منقوعه على الاقل ساعه. نيجي للتتبيله بتاعتنا بقى. معايا بصلايه مبشوره، معلقه توم مفروم، معلقه ملح صغيره، معلقه فلفل صغيره، معلقه بهارات فراخ، ومعلقه بابريكا. هتبل بيها الفراخ بتاعتنا. وهاجي كمان هجيب كوبايه لبن صغيره نحطها على التتبيله بتاعت الفراخ دي ونسيبها ساعه او ساعتين. كوبايه اللبن بتعمل كوبايه اللبن دي يا جماعه بتخلي الفراخ طريه جدا، ويعني بتدوب في البق انتوا بتاكليها. فانا بحب احط كوبايه لبن مع التتبيله دي لان بتطري الفراخ وبتخليها جميله جدا. تعالوا بقى للخلطه السحريه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين بصلايه متقطعه، طماطمايه متقطعه، معلقه توم مفروم. النصيحه الاولى بقى اللي انا عايزه اقدمها لكم هنا، شايفين المكان اللي انا بشاور عليه ده في الطماطمايه، مكان ما بيشيلوا منها الزرعه بتاعتها ده يا جماعه، الحته دي لازم تاكدوا عليها وتشيلوها كويس جدا من الطماطمايه، لان دي بتبقى اكتر مكان لتجمع البودره والكيماويات اللي بتترش في الزرع. فدي اكتر حاجه بتبقى متركزه فيها البودره او الكيماويات اللي بيرشوها، فلازم تشيلوها كويس جدا. نجيب بقى كبه او خلاط ونحط فيه البصل والطماطم والثوم المفروم، وهنحط البهارات بتاعتنا. هنحط بس المره دي معلقتين ملح صغيرين، ومعلقه بهارات فراخ، ومعلقه فلفل، ومعلقه بابريكا، ونضربهم كويس جدا في الخلاط، وتبقى هي دي الخلطه السحريه بتاعتنا. بس هنجيب بقى طاسه ونحطها على النار ونحط فيها معلقه سمنه. السمنه اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه دي سمنه بلدي، انا عاملاها في البيت مش مشترياها، صدقوني عاملاها عموله في البيت من وش اللبن. وان شاء الله هعمل لكم فيديو مره ازاي نعمل سمنه بلدي في البيت من وش اللبن، ومن غير ما تشتروها ولا تكلفوا نفسكم. زي ما انتوا شايفين انا كنت مجهزه بطاطس ومقطعاها التقطيعه اللي انت تحبيها. تنزلي بقى تشوحيها في السمنه دي. انا عشان مشوحاها في السمنه البلدي مش عايزه اقول لكم يا جماعه ريحه البطاطس كانت جميله ازاي. يعني بصوا الريحه، يعني البطاطس شربت من السمنه البلدي كده بطريقه عملت ريحه تحفه. فتشوحيها تديها يا دوب تشويحه كده زي اللون اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى الصينيه اللي هتدخليها الفرن، هتحطي فيها الخلطه السحريه بتاعتنا اللي احنا عملناها في الخلاط او في الكبه. بتنزلي عليها بقى بالبطاطس اللي احنا شوحناها في السمنه، اي نوع سمنه انت بتحبيه مش شرط بلدي. انا البلدي عشان انا عاملاها في البيت بس عشان كده استخدمتها. وترصي فيها الدبابيس، اخر حاجه الدبابيس، وبعد كده اخر وش من فوق الخلطه السحريه تحطيها بقى من فوق الدبابيس تاني. يعني تحطي الصلصه اللي احنا عملناها في الكبه دي، الخلطه دي فوق الدبابيس وتدخليها الفرن. تعالوا بقى لتاني نصيحه هقولها لكم النهارده. النصيحه دي انتوا هتدعوا لي بسببها بجد. بصوا زي ما انتوا شايفين انا اي صينيه بدخلها الفرن، اي صينيه اكل بحطها لازم احط تحتها ورق فويل. ليه؟ عشان بوتاجازك يفضل نظيف وكانك ما عملتيش اكل فيه، ولا كانك طبختي ولا حطيتي اكل في الفرن. انا بعمل كده صدقوني، مهما الصينيه طرطشت ولا عملت اي حاجه بينزل على الفويل والبوتاجاز بيبقى نظيف جدا. النصيحه الثالثه بقى والاخيره هتبسطك جدا. بصي بقى هتعملي على ما الاكل بتاعك يستوي في البوتاجاز، انت طبعا بتبقي سايبه الاكل في البوتاجاز، تعملي تروحي لما الدنيا لما مطبخك تجيبي بقى قماشه وعلبه فيها ميه وشويه خل. زي ما انت شايفه اي علبه عندك تحطي فيها شويه ميه وخل، وتجيبي فوطه او اي قماشه عندك في البيت وتبليها في الميه بالخل دي، وتمسكي كل البرطمانات البهارات وعلب الصلصه والكبه او الخلاط، كل اللي انت مسكتيه بايدك، لان اكيد بيجي عليه بواقي اكل او يعني بيدعك اثناء ما انت بتشتغلي بيه في المطبخ. على ما الاكل يستوي تمسكي بقى بالفوطه كده زي ما انت شايفه وتلمعي. اول حاجه الخل هيلمع وهيمشي اي ريحه في البرطمانات وهينضف معاكي جدا، وهتحسي ان انت مطبخك قاعد نضيف كانك ما طبختيش. كل ده وانت مستنيه الاكل بتاعك يستوي في المطبخ.
صدقوني الطريقه دي هتريحكم جدا جدا. بصي هتمسكي كل حاجه انت مسكتيها بايديكي وهتنضفيها، هتيجي فجاه تتفاجئي ان كل اطقم البهارات بتاعتك نظيفه. كل ما تدخلي تستخدمي تطبخي او تعملي اكل هتلاقي كل الادوات بتاعه المطبخ بتاعتك نظيفه، وتفتح نفسك على الشغل اللي انت هتشتغليه في المطبخ. يا رب يكون الثلاث نصايح اللي انا قدمتها لكم حلوين وتستفيدوا منهم، وربنا يقدرني اقدم لكم نصايح احسن من كده بكتير ان شاء الله. وده شكل الاكل بعد ما استوى. طبعا مش عايزه اوصف لكم ريحته وطعمه. وميرسي ليكم، واشتركوا في